France et le Maroc ces dernières années. Ça date d'il y a quelques mois. Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous dans ces circonstances-là? Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. السلام عليكم ورحمة الله. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمر بالتحفظ على الممثل المغربي جاد المالح لحين إجراء التحقيق معه بتهمة إهانة الذات الفرنسية. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالممثل المغربي جاد المالح وبموقفه الشجاع في القناة الفرنسية فاضغط لايك للفيديو. الممثل المغربي جاد المالح أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما قالت له مذيعة فرنسية أنه مواطن فرنسي، فرد عليها بكل فخر بأنه مغربي ومهاجر لفرنسا. فقد جن جنون الرئيس الفرنسي ماكرون بعد هذا اللقاء، وعندما اطلع على الحوار التلفزيوني المغربي جاد المالح قرر ماكرون التحفظ عليه لأنه أهان الذات الفرنسية ولم يفتخر بها. ومن المقرر عرض الممثل المغربي جاد المالح على النيابة العامة الفرنسية خلال الفترة القادمة. ويواجه جاد المالح البالغ من العمر 52 عاما تهم من النظام الفرنسي تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات. وكلنا شفنا اللي حصل للمذيع المغربي رشيد مباركي من حوالي 5 أشهر عندما طلع على قناة فرنسية وقال بأن الصحراء مغربية، فلم يكمل النشرة الإخبارية إلا وقد تم فصله من القناة وترحيله لبلاده. وحين ذاك اتهموه بزعزعة استقرار فرنسا وبالعدوانية فقط لأنه قال بأن الصحراء مغربية. إلى متى يكره النظام الفرنسي كل ما هو مغربي؟ وفي النهاية، إذا كنت فخور بالمغربي جاد المالح فاضغط إعجاب بالفيديو واشترك بالقناة.